ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا طلعت دلوقتي في فيديو سريع كده ومش محضره ولا اي حاجة، عشان عايز اتكلم في معلومة مهمة جدا جدا. معلومة في ناس منكم كتير قوي هتتصدم منها، وفي ناس تانية ممكن تكون عارفاها، مش هتلاقي اي يوتيوبر هيقولك عليها. الناس اللي عارفاني اوكي، الناس اللي ما تعرفنيش، انا اسمي حسام، عندي قناة على اليوتيوب بعمل فيها مراجعات للهواتف وبعمل مقارنات ما بين الهواتف، او لو في تليفونين هاتفين بنفس السعر بس شركات مختلفة برضو بجيبهم وبنعمل مقارنة ما بينهم وبنعرف مين فيهم ايه الافضل. من غير كلام كتير، ايه هي المعلومة اللي انا حابب اقولها لك وبقول لك مفيش يوتيوبر تاني هيقولها؟ بص يا صاحبي، مجال اليوتيوب ده فيه نصب كتير ونصابين كتير، خاصة اليوتيوبرز اللي شغالين في مجال التقنية والهواتف والحاجات اللي زي دي. اسمع بس كلامي دقيقة واحدة لحد الاخر. انا بشوف كومنتات كتير بتجيلي على القناة، طبعا في منها الكومنتات الايجابيه جدا وفي منها الكومنتات السلبيه، ولكن في نقطه حابب اقولها. انا مش عايزك تصدق اي يوتيوبر ايا كان عدد المشتركين اللي عنده ان بيقول هاتف كذا افضل من هاتف كذا، او يصور لك صوره بهاتف امكانياته ضعيفه ويقنعك ان ده افضل هاتف موجود في العالم. يعني ما تفكرش ان اليوتيوبرز دول ملايكه، ومش كل ما واحد يوتيوبر مشتركينه زادوا اللي عنده 100,000 200,000 نص مليون مليون تفكروا ان هو نبي نازل من السماء او ما بيغلطش. عادي يا صاحبي، الناس دي بتغلط والناس دي بتقبض فلوس والناس دي بتطلع تزيف في الحقيقه عادي جدا. انا عندي 14,000 متابع واتعرض عليا هدايا وفلوس ان انا اطلع اقول ان هاتف افضل من هاتف. يعني تلاقي واحد كاتب كومنت المفروض ان هو واحد عاقل وكبير في السن، تلاقيه بيقول لك السامسونج جالاكسي A33 او A34 الكاميرا بتاعته افضل من السامسونج جالاكسي S23 الترا، وبيستدل على كلامه من اي يوتيوبر. يقول لك انا شفت يوتيوبر مشهور قوي عنده مليون متابع جايب التليفونين مع بعض وبيصور، والاي 34 الكاميرا بتاعته افضل من الايفون 14 برو ماكس والاس 23 الترا. يا صاحبي شغل مخك، شغل مخك. تليفون ثمنه $1500 وتليفون ثمنه $400، هيبقى الكاميرا بتاعتهم نفس بعض ازاي؟ ازاي تليفون بيصور فيديوهات بجوده 8K و4K زي تليفون بيصور فيديوهات فول اتش دي؟ ما تجيش اصلا يا جماعه. عادي، انا لما دخلت مجال اليوتيوب شفت حاجات، يعني كل الحكايه انا كله على بعضه عندي 14,000. انت متخيل لو انا عندي 140,000 او 1,400,000 هيتعرض عليا ايه؟ فانا مش عايزك تصدق اي واحد من اليوتيوب ايا كان مشهور يطلع يقول لك ان المعالج الكيرن 710 احسن من سناب دراجون. يعني ازاي؟ انت عندك مخ وعندك عقل، شغله شغله. الناس دي يا صاحبي بشر زينا وممكن ياخد فلوس عادي وياخد هدايا ويطلع يقول ان تليفون افضل من تليفون تاني. فين المشكله يعني؟ بعدين الكاميرا بتاعت اي هاتف بتعتمد على اللي بيصور مش الكاميرا نفسها. اوكي الكاميرا فيها جانب كبير قوي، ولكن ضوء النهار مثلا غير اما تكون بتصور في مكان مقفول. فانا مش عايزك تصدق اي كلام يوتيوبر او تاخد كلامه 100 هو الصح، مش شرط. انا نفسي شخصيا مش عايزك تصدقني بنسبه 100%. انت عندك مخ وعندك دماغ وعقل، فكر بيه. هاتف ثمنه $150 الكاميرا بتاعته او المعالج بتاعه هيبقى اقوى من ايفون مثلا ثمنه 900 او $1000؟ ازاي؟ طبعا مش بنتكلم على كل اليوتيوبرز، في ناس محترمين جدا جدا وكلامهم ثقه، ولكن بالنسبه للكومنتات اللي بتجيلي في الفتره الاخيره يا صاحبي بقولها لك تاني، شغل دماغك شغل دماغك. انت في تليفون معين عاجبك شايفه في المقارنه، ادخل شوف مراجعات عنه ليا والناس تانية كتير، ادخل على جوجل هات معلومات عنه، ادخل على الموقع الرسمي بتاع الشركة وهات معلومات عنه، وهكذا. ما تصدقنيش انا ولا غيري ولا واحد عنده 500,000 متابع ولا مليون متابع ولا 10 مليون متابع. انت ممكن تكون مش مصدقني ومش مقتنع بالكلام اللي انا اقوله، خليني اشرح لك حاجة واحدة بسيطة يمكن تصدقني بعديها. انت مفيش يوتيوبر مثلا بيتكلم عن الهواتف وعالم التقنية ده، خاصة الناس دي، شفته في فيديو كاتب ان الهاتف، تلاقيه كاتب لك في العنوان بتاع الفيديو اقوى هاتف في العالم؟ اوكي تمام مش مشكله. تلاقيه بعد 4 ايام منزل فيديو تاني يقول لك الهاتف الذي وضع الايفون في خطر. حلو جميل. يفوت 3 ايام كمان وتلاقيه منزل فيديو اقوى هاتف في السوق حتى الان. 4 ايام ولا 3 ايام ولا يومين يوم منزل فيديو اشيك واجمل واسرع هاتف في الكون. فوت شهر وتلاقيه بيقول لك السامسونج جالاكسي اس 23 اجمل هاتف بعد التجربه. يفوت كمان 30 يوم تلاقيه كاتب لك فيديو بعنوان السامسونج جالاكسي اس 23 الترا اسوأ هاتف في العالم بعد التجربه 30 يوم. فيديوهات كلها يعني كله عكس بعضه. هو نفسه يوتيوبر واحد تلاقيه كاتب في كل فيديو ان الهاتف ده اقوى هاتف في العالم. طب هو الهاتف ده اقوى هاتف في العالم، ولا انت اللي عملته الفيديو بتاع الاسبوع اللي قبله ولا الاسبوع اللي قبله ولا ايه بالظبط؟ ان هو احسن واحد عايزين نعرف.
ده لو انت مش مصدقني ما بتشوفوش بيحصل. فانا بقول لك ما تصدقنيش وما تصدقش غيري، عندك عقل فكر بيه. انا بستغرب والله على ناس بشوفها في الكومنتات، طبعا في كومنتات ايجابيه كتير، يعني ممكن يجي لي 100 كومنت: حسام مراجعاتك جميله، المقارنات اللي بتعملها بجد انا بستفيد منها، انا اشتريت التليفون اللي انت قلت عليه، انا وانا وانا وانا. وطبعا في كومنتات سلبيه، ممكن تلاقي كومنت او اتنين سلبيين، بس انا بيصعب عليا الناس اللي بتكتب الكومنتات السلبيه دي. انا بحس ان هو ما عندوش عقل. انت ما عندكش مخ يا ابني. يعني ازاي هاتف هواوي نوفا واي 61 ب 150 دولار افضل من سامسونج جالاكسي اي 73 اللي ب 400 دولار؟ ازاي ده احسن من ده؟ يقول لك لا اصل انا شفت يوتيوبر وعنده 200,000 واحد بيقولوا ان هو احسن، يبقى هو الاحسن، وبيقولوا ان المعالج بتاعه اقوى. يا حبيبي هو نبي نازل من السماء؟ ما عادي واخد فلوس عادي عشان يقول التليفون ده حلو. ايه المشكله يعني؟ ما تحسسنيش ان هو ملاك. شغل دماغك، شغل ده. يا رب تكون الناس فهمتني، وممكن ناس كتير تكون اول مره بتشوفني لان انا المراجعات كلها ما بظهرش بوشي اصلا او بوجهي يعني. للمره الاخيره يا صاحبي شغل دماغك وما تسمعش كلامي ولا كلام اي حد. عندك عقل فكر، مش عندك عقل بقى وعايز يتنصب عليك، انت حر. السلام.